ياما سمعنا مشايخ كتير لينا وهم بيدعوا يقولوا بعد الدعاء وطلبهم من ربنا يقولوا يا رب عاجلا غير آجل. وده بيبقى عبد فقير بيفضفض من قلبه لربنا، اني نفسي الموضوع ده يعني يحصل بسرعة يا رب، لأني ضعيف لا أقوى على الانتظار، كأن ده اللي بيقوله لربنا. ولكن حال القلب هو التفويض. يعني إيه التفويض؟ يعني سايبها على الله. اختار ربنا أنه يعطيني ما أريد عاجلا، يبقى العاجل كان هو الأنفع. والله مش محتاج توصية. الله سبحانه وتعالى كريم ولي الذين آمنوا. الله سبحانه وتعالى ودود يتقرب إلى العباد بالنعم وبالعطاء، فهو مش محتاج توصية سبحانه وتعالى. هو يفعل ما لا يخطر على بالك من كرمه، بس إحنا اللي حساباتنا على قد عقولنا. فلو حصل عاجل نعمة، ما حصلش عاجل وربنا أجل هذا الأمر لحكمة عنده، يبقى التأجيل كان الأحلى والأنفع والأنسب. ففوض الأمر إلى الله، وكن كسيدنا رسول الله وهو بيدعي: اللهم رضني بما قضيت وعافني فيما أبقيت، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. فليس من سوء الأدب أنك تقول عاجل غير آجل، ولكن فوض أمرك لربنا.